كرة لليمين، عادل هرماش. هناك 70 دقيقة مرت. ويسلي يمرر إلى ياسر، ينطلق ياسر وفرصة هلالية، يعدي بشكل جيد ويحصل على ركلة جزاء وبطاقة لحارس مرمى نجران. ركلة جزاء لصالح الفريق الهلالي. مجهود حلو باذل ياسر مع الفريق، تسبب في صناعة الهدف الأول. و ركلة جزاء ولا ركلة حرة؟ سنتابع قرار الحكم ونشوف. الجيدة 5 طبقات متناسقة تعزز مهارات اللاعبين في هذه الكرة. ياسر القحطاني يلعب كرة وبالتالي يسجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء. يتقدم الهلال 3 أهداف للا شيء عن طريق ويسلي وياسر القحطاني هدفين. بلا شك نتيجة مطمئنة لهذا المدرب الكومباري الذي يقوم بأول تجربة خارج فرنسا، ويطمع الهلاليون في أن يكون فعل خير على مجريات الفريق الهلالي، رغم أن المباراتين الأولين للهلال مع هجر والفتح لم تكونا بالصورة التي ترضي عشاق هذا الفريق الكبير الهلال. ياسر القحطاني، شوف هذه الإعادة، لعب الكرة بشكل جيد رغم أنه ناصر السيحري ارتمى باتجاه الزاوية المطلوبة، ولكن ياسر لعبها أيضا بشكل جيد. هو الآخر قائد الفريق الهلالي. إذا 3 أهداف الهلال، نجران لا شيء. تقدم نجران بعد الهدف الهلالي الأول، وأتاح الفرصة بلا شك للهلال الوصول كثيرا إلى مرمى نجران بعكس مجريات الشوط الأول.